دكتور ايناس منورانا في الهيلثي. ميرسي اول حاجه انت. متشكره جدا جدا على وقتك. ربنا يخليك. تاني حاجه متحمسه قوي ان احنا نقعد نتكلم مع بعض، لانه انا نفسي يعني في اسئله انا مستنيه انه تجاوبيها لنا بالطريقه العلميه المظبوطه اللي انا نفسي توصل للناس وانا مش عارفه اوصلها لهم ان ازاي. شاء الله. فلو قلنا نتكلم الأول عن الأطفال عموما وطب الأطفال والتعامل مع الأطفال، فأنا عايزة الانسايتس بتاعت حضرتك من خبرة السنين الكتيرة قوي في التعامل مع الأطفال. بصي الحقيقه يا نورهان، الاطفال ده يعني اولا لازم اي حد يشتغل ويتعامل مع الاطفال لازم يكون بيحب الكارير ده. الاطفال الناس بتقول يا ده شغل صعب قوي وازاي بتتعاملي مع الاطفال. انا بحبهم جدا، انا مرتبطه بكل حد فيهم وعارفه تفاصيل ولادي وعيانيني جدا. البيبي ده كائن جميل قوي، يعني محتاج بس ان حد يفهمه، لانه هو له تكات كده صغيره. ما ينفعش اتعامل معاه على انه شخص كبير بس صغنن في الحجم اطلاقا، ده هو مختلف لا تماما. هو طفل بجد. بالظبط بالظبط. فالتعامل مع الاطفال انا بالنسبه لي حاجه ممتعه جدا. عايزه اقول لك انه خلال حياتي جات لي فرص كتير قوي ان انا اشتغل حاجه تانية rather than طب الاطفال، ويمكن احسن من اوجه كتير، بس انا بالنسبه لي المجال ده انا بعشقه، وانا الحمد لله ساتيسفايد قوي بعلاقتي بالاطفال وبشغلي مع وحضرتك الاطفال. ايكون في الحته دي، لانه يعني اصلا بيبان قوي انه حد حابب شغله فحابب اللي هو بيعمله، بس من day one حضرتك كنتي مقرره تكوني طبيبه اطفال. يس من اول ما دخلتي طب. يس. وحتى وانا بعمل الماستر بتاعي كان في بالي طب الاطفال. وجالي، احنا عندنا النيابات لما بنيجي ايوه في نتوظف النيابات كان جالي بتروحوا. في النيابات حاجه تانية في القصر العيني، كان كان هيجي لي جالك نيابه في ايه القصر بقى؟ العيني، كان جالي كان لسه طالع جديد قوي 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 المجال بتاع الفيزيوثيرابي. حسيتي مش شبهي؟ الاطفال لا، حسيت ان انا الاطفال دي حاجه تانية خالص. خرجت يعني ضحيت بنيابه القصر العيني. في كتير قوي يقول لك لا انا اروح القصر العيني. لا انا طبعا رحت الاطفال، الحمد لله رحت المركز القومي للبحوث وكان البرنش بتاع الاطفال يعني كان موجود اوريدي، بس طبعا بقى كبر ووسع وبقينا اقسام كتير قوي، وانا في قسم صحه الطفل. كل شغلنا بيبقى اطفال، كل ما له علاقه من اسمه بالطفل وصحه الطفل والهيلثنس والسايكاتري، كل حاجه ليها علاقه بالطفل. فالحقيقه لقيت نفسي ولقيت مجالي في المكان اللي انا الحمد لله ابتديت فيه. لما خلصت الماستر والدكتوراه ابتديت افتح حياتي الخاصه. طبعا زي ما بيقولوا كده اتولدت من جديد. خطوه بقى. عيادتي وشغلي مع الاطفال مباشره مملكتي ده اللي بحبه جدا، اللي هم بقى حضرتك بتسميهم ولادك، اللي هم هم دول ولادي، هم بالاسم انا عارفاهم. ويدخلوا، احنا بينا ريليشن، لازم يدخل يسلم عليا وياخد البالونز بتاعته، وهم لازم يأتلفوا. تيجي الام مثلا لاول مره تمسك البيبي بتاعها عشان هو اكل، تقول لها سيبيه يأتلف المكان. فهم بيحبوا الدنيا قوي، بيجوا الولاد الكلينيك وهم مبسوطين. انا مش عايزه اكتر من كده. طب لو قلت لك يا دكتور انه انا محتاجه اوصل رساله للناس انه الاطفال هم فعلا هو مش واحد كبير بس صغير في الحجم، فما ينفعش اوديه للدكتور بتاعي عشان انا شايفه انه لا، هو ممكن يروح عادي، ممكن يروح لحد نفسيه اطفال وممكن يروح لحد نفسيه عادي، ممكن يروح لدكتور تغذيه اطفال وممكن يروح لدكتور نفسيه عادي. انا ضد المدرسه دي كأم، بس ازاي حضرتك بالعلم وبالدراسه رافضه الموضوع ده، او ازاي نفهم الناس انه لا، هو الطفل لازم يروح لدكتور في التخصص بتاع الاطفال في المشكله بتاعته؟ طبعا الكلام ده من زمان قوي، مش هقول من كام سنه. لما كنا في الكليه كان التخصص بتاع الاطفال برودلي، كنا بندرس كل حاجه في الاطفال. لما ابتدينا بقى نحضر ماستر وبعدين دكتوراه ابتدت تظهر التخصصات الدقيقه. السب سبيشاليتي دي خدت كل حاجه في الاطفال. فتقسمنا ودرسنا اكتر وعرفنا اكتر انه البيز بتاع طب الاطفال عموما حاجه، وان انت تتخصصي في جزء معين حاجه. عايزه اقول لك ان انا في الاول مشيت في كذا برانش لحد ما وصلت لكلينيكال بيدياتريك نيوتريشن، تغذيه كلينيكيه للاطفال. الطفل ده كائن مختلف خالص خالص. لما يبقى بيبي عنده، طفل عنده حاجه في الصدر مثلا، او ما ينفعش اصل انا باخد بخاخات اجيب له الصغيره منها. في دكتور محترم استاذ اطفال تخصص صدري اطفال. انا لما بيكون عندي حالات
حالات كتير قوي عندنا في مشاكل الاكل بنعمل لها ريفيرال، لازم ابعت للسايكاتريك بيدياتريشن اطفال سايكاتري. ما ينفعش اقول لها ودي لفلان الكبير وهو هيتعامل معاه. ما هو اصلا انا بروح يا دكتوره كتير بسمع الكومنت ده، اقول لها ما ينفعش. بتاع الاطفال بيتعامل الاول مع الطفل ككائن مش ادلت صغير. أيوه. ككائن عارف الابعاد بتاعته وبعد كده يبتدي يتعامل معاه. وعارف ايه مكتمل في جسمه وايه هيتغير في جسمه. مختلف خالص. كل حاجه فيسيولوجي مختلف واناتومي مختلف وسايكولوجيكال اليمنت. انا عايزه اقول لك ان الطفل لما بتعرفي تتعاملي معاه ازاي الدنيا بسيطه قوي. احنا اغلب مشاكلنا في الولاد ان احنا مش عارفين بنتعامل معاهم بطريقه مش صح. طب واحنا بنتعامل في رحله التعامل مع الاطفال بقى، ازاي من الاول نعود اطفالنا على العادات الغذائيه السليمه؟ حلو قوي ان احنا ابتدينا بالسؤال ده. التعود بقى بتجي مامي جميله كده طفلها مثلا 9-10 سنين وتقول لي انا عايزه اعوده. التعود ده بيبتدي من اول ما ببتدي ادخل الاكل الصلب للولاد. المفروض ان احنا الولاد جنرالي بنرضع لغايه 6 شهور. ونبتدي من اول 6 شهور بندخل الاكل بسيستم معين. وبقول للام ليكي معايا من 6 شهور لغايه سنه احنا بندرج بنظام معين لغايه ما يبقى زيه زي نسيج البيت بعد سن سنه. انا مش بعلمها تاكله ايه بس. التعود بيبتدي من هنا. ده طفل هش مولود مش متعود على حاجه. الام هي اللي بتعرف تحط النظام اللي المفروض البيبي هيمشي عليه. البيبي ده لازم يحترم العادات الغذائيه من وهو 6 شهور. يا دكتوره اقول لها من هو 6 شهور. احنا لما نبتدي هو هيحترم نوعيه الاكل اللي حضرتك مع دكتور بتاع التغذيه او الاطفال هيقول لك عليه. حضرتك هيتعود على احترام الاكل، مواعيد ومكان. يعني ايه؟ يعني انا بدرج بالتدريج انواع الاكل وبدرج الوقت. بقول لها الوجبه دي بعد كده هتبقى فطار. الوجبه دي بعد كده لازم نديها الظهر عشان دي هتبقى غدا. الوجبه دي لازم تتاخد بالليل عشان هو لما يوصل لسن سنه انا عودته هيصحى الصبح مامي هتعمل الروتين بتاعنا. هناخد الشاور، هنغير الدايبر، هنفطر، هنلعب، ناخد سناك بسيطه، حته فاكهه، اي حاجه، وبعدين في غدا. ما ينفعش ان انا اقول لا، ما ينفعش انا هاكله دلوقتي او هضغط عليه. لا ما فيش ضغط. احنا ما فيش ضغط خالص. انما السيستم لو احنا حطينا السيستم هو اوتوماتيك بيدخل فيه. المكان دايما اقول لها يا مامي لو سمحت ما فيش حاجه اسمها انا بطبخ اكله وانا بطبخ. انا بسرعه انهاري نازله اجيب اخواته من المدرسه عشان عندنا تمرين فادي له اي حاجه يمسكها ياكلها في العربيه. احنا بره ما لحقتش اخد دي اجيب له اي جانك ياكل. ما ينفعش. عامله حساب. يبقى من الاول لازم اعوده من وهو امتى؟ 6 شهور. اول ما بدخل الاكل الصلب ابتدي اقول للام خدي بالك اللي هنعمله من 6 شهور لسنه اكتشوال على فكره ده اللي الطفل بيفضل بيه طول عمره. يعني لو اخد على السن ده كمان في حته انه عايز يدوق اي حاجه. بالظبط. اي حد ماسك اي حاجه حاطط عايز يجربها. هما في حاجتين اللي حضرتك بتقولي عليه ده مظبوط قوي. نظام تقولي اصل هو بيشاور على في ايد اخواته. اصل هو لما بنيجي ناكل حطي سيستم هيمشي عليه. تاني حاجه في مش عايزه اقول ترند بس الحقيقه عاده مش لطيفه قوي. اصل هو مش بياكل غير قدام سكرين. دي من ضمن العادات. وبياكل في اي حته في البيت بقى ساعتها. دي من ضمن العادات. انا عودت الوقت، ثبت المكان، وتافر هو بياكل على الهاي تشير هو لسه صغنن، لا ده كبر شويه هياكل معانا على ترابيزه. وتافر انت بتاكلي فين. مفيش حاجه اسمها اصله مش راضي ياكل غير قدام السكرين. دي أنا من ضمن العادات. بالظبط تعود. انا عندي الولاد دلوقتي 9 شهور بيدخلوا العياده وانا بكشف وماسكين ماسك اقول لها ما ينفعش. مفيش موبايل في العياده. يعيط تقول لي اصله بيعيط. سيبيه يعيط. ايوه سيبيه يعيط هيعرف. فكره التعود ان البيبي ده خام خالص فهي الام اللي بتعود على الحاجات اللي بنقول عليها دي. ولازم التعود يبقى محتاج من صبر برضه. هو محتاج صبر. لو ابتدت من الاول سهله قوي والله يا نورين. لانه هو لسه صغير وهو لسه ما يعرفش حاجه بيتشكل. هو هيتعود على السيستم اللي انت بتحطيه. لكن ما يبقى 2 و3 وتعود ياكل على قدام التليفون خلاص هو اوريدي خلاص اتعود. بالظبط كده. صح. طب احنا اصلا لو جينا نتكلم في موضوع تغذيه الاطفال عموما، انا بصراحه هشتكي لك بقى. هشتكي لك يا دكتور. انا كنت بستغرب انه تبعت لي او تقابلني في مكان تقول لي انا شوفي الكيس بتاعت بنتي كذا كذا. اقول لها لا
ثانيه واحده، ده تخصص لوحده خالص، ده تخصص ومش اي تخصص، يعني مش ينفع حد حتى ينصحك فيه. لا، تغذيه الاطفال، طفل بيعاني من السمنه او من السمنه المفرطه كمان بشوفها ساعات، او من النحافه، لا ده لازم يكون مع دكتور تغذيه الاطفال. فانا عايزه نتكلم عن التخصص، نعمل توعيه عن التخصص نفسه، انه انا دلوقتي من اول امتى اصلا ابدا اروح، او ايه الحاله اللي لا لازم اروح لدكتور تغذيه الاطفال واتابع معاه، واروح كل قد ايه، وامتى اروح لانه لا في كونديشن لازم اروح، وامتى اروح انه لازم اكون زي بعمل اللي هو فولو اب كده. الفكره بقى في تغذيه الاطفال دي، ما يعني كتير قوي من الامهات، انا دايما اقول ان تغذيه الاطفال ده ارت اوف نيوتريشن، الفن بتاع التغذيه. ايوه تيجي امهات او ساعات لما الجرandma تيجي معاها ده الا الجرandma والبوظان اللي بيجي من ما احنا كنا بناكلهم يا دكتوره من اول شهرين وكانوا بياكلوا كل حاجه. سيمبلي بروح قايله لها حضرتك يا فندم، كل الجنريشن اللي موجوده عندها انيميا، كل الجنريشن اللي عندها الام مفاصل وهم 7-8 سنين، كلهم فتنس زيرو، كتير قوي منهم بيدخلوا في سمنه. فهي فكره الفولو اب في التغذيه، دايما اقول للامهات انت بتتابعي عادي، انا معايا البيبي بيجي من الاول بنتابع رضاعه طبيعيه لو هو بيرضع طبيعي، او لو هو بياخد بترون لاي سبب من الاسباب بنتابع وبنعمل فولو اب. لو ما عنديش حاجه خالص بشوف الطفل مره كل شهر، لو في حاله مرضيه بتبقى الزيارات اقرب من كده شويه. لما بتبتدي 6 شهور تبقى الام كين قوي ومتحمسه بقى ان هي هتبتدي تاكل. طب اكل عند 4، اقول لها ما تستعجليش. لو الامور في سيتويشن ممكن نبقى بدري، لكن العادي هو كويس ونموه كويس وبيكبر ولبنك الحمد لله كويس، بنتاجل لغايه 6 شهور. بنيجي عند 6 شهور على فكره بقول لها انت ممكن من سن شهرين لو حطيتي في بقه زبادي هياخده. هي دي القصه. هو مش هو يعرف يبلعه، انما ادي ايه، ادي امتى، ادي ايه محتاجه الطفل، ادي بورشن قد ايه. أيوة، ما تتعبش مع إيه؟ ما تتعبش امعائه، وفي نفس الوقت توفر لي نمو جميل. ايوه صح. فهو ده اللي انا بقول بيه بالتخصص. انا بعمل كلام، وانا عايزه ايه من الاكل، او انا ليه يعني ايه التخصص، يعني السب سبيشاليتي العنيفه دي. انا عايزه طفل عبال سن سنه بقدر الامكان يبقى فيه نمو جسماني معقول مظبوط، حسب منحنيات النمو بتاعته. عايزه نمو عقلي مظبوط، عايزه مناعه موجوده. برضو دلوقتي عياداتنا بقت مليانه. يا دكتور ده كل اسبوع تعبان وياخد انتيبيوتيك ونخلص الدور ناخد دور تاني، وهو الموضوع ممكن يكون الرجي اصلا. كل ده لو انا مظبطه نيوتريشن من الاول مع الدكتور بتاعك بتاع تغذيه الاطفال، انت بتبيك اي حاله من اولها من غير ما لا قدر الله. خصوصا اي ثينك في موضوع انترودكشن الاكل جدا، لانه ان انا مش اكتشف انه طفلي عنده حساسيه معينه غير لو انا بدخل الاكل بطريقه مظبوطه. لازم انا طريقه معينه، كل حاجه مع بعض. طب ما هو انا مش هعرف ايه اللي عمل له حساسيه بالظبط. خصوصا دلوقتي موضوع الالرجيز ده بقى كتير جدا عن زمان. يعني انا نور بنتي اتشخصت بحساسيه بكاو ميلك بروتين الرجي. الكلام ده من 10 سنين، ما كانتش لسه الناس عارفاها قوي، وانا كمان كنت برضعها طبيعي، ما كنتش فاهمه انا نفسي اعمل ايه. وقعدنا فتره مش عارفين ايه المشكله لحد ما اكتشفناها، وقفنا حاجات معينه، عملنا حاجات معينه انا وانا برضعها، كملي عادي خالص، بقيت زي الفل، كمل عادي وخلاص، بقيت زي الفل. مجرد ان انا شلت، عملت حاجه اسمها اليمينيشن دايت، شلت بس الحاجات اللي فيها واديتها بدايل بقى مناسبه لطبيعه جسمها. طب لو قلنا على اكتر حاجات الاطفال بيحبوها واحنا بنحس ان احنا كده راضيين عن نفسنا، النشويات، المكرونه، الرز، العيش الفينو اكتر حاجه ما بحبهاش في حياتي بجد، والاطفال للاسف بتحبها. ايه النشويات المفيده للاطفال اللي هم محتاجينها، وايه النشويات اللي احنا بلاش نعود جسمهم عليها ونستفز الانسولين بتاعهم من هم صغيرين عليها؟ اولا قبل ما نتكلم على النشويات او الكربوهيدرات لازم نعرف انه في مقوله خاطئه تماما بتاعت ان انا اول ما اجي اظبط وزن لطفل او حساسات شويه تكون المامي جايه تقول لي ايه، انا وقفت له كربوهيدرات خالص يا دكتور. ويجيب طاقه منين؟ غلط 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 جدا. الكربوهيدرات دي حاجه جميله جدا طبعا، بتدي طاقه، دي حاجه. تاني حاجه ان اللاكتوز بتاع الكربوهيدرات في الجسم بيتكسر بطريقه معينه، بيديني حاجه اسمها جلاكتوز. ده الغذاء بتاع المخ بتاع الطفل. فانت ازاي تحرمي طفل في مرحله نمو جسماني وعقلي من النشويات؟
كل اللي احنا بنقوله ان احنا عندنا نوعين من النشويات. نشويات بنسميها كربوهيدرات معقده وبسيطه. المعقده من اسمها الجسم بيقعد فتره عبال ما بيكسرها وبيهضمها، مفيده جدا. وبتقعد فتره بترفع الجلوكوز بتاع الدم بتاع الولاد بعد فتره، فيقعد الطفل بعدها شبعان لفتره من غير ما تضر. دي المفيده او المعقده. البسيطه اللي هو زي ما حضرتك بتقولي الابيض، السكر الابيض، الكيك والدقيق الابيض. قسمي بقى زي ما انت عايزه، سكر ابيض ودقيق ابيض، ادخلوا بقى في كل حاجه. امال ايه اكل ايه؟ في عندنا الحاجات اللي بنسميها حبوب كامله الحبه. لما نجيب توست بني ونعليه حبوب كامله الحبه. لما نجيب القمح اللي فيه قشره، الحاجات اللي فيها قشره، الرز البني. الحاجه بقى اللي الام تقول لي معقوله يا دكتور؟ البطاطس. بطاطس من الخضروات الحقيقه الجميله قوي قوي في النشويات المعقده. طبعا مش فرايز يعني، مش محمره. مش لازم تكون محمره ديب فرايد، في اير فراير، في الفرن، في 100,000 حاجه. في مسلوقه، في ميج تحطي عليها بروكلي وقلبي معاها، قيمه غذائيه رهيبه. واكليه زي ما هو عايز وبتشبعه. القرع العسلي بننساه خالص. كيف البطاطا دي قصه. ايوه ساحره، وصيف شتاء موجوده على فكره طول. والحاجات دي بقول للام دي رخيصه وموجوده ومسكره وحلوه. ويقعد الطفل بعدها لما نيجي نعمل كنترول في دايت مع حد دايما بندور على ايه اللي يشبع الطفل. أيوة. دايما فكري في ايه اللي يشبع الطفل معاك. ايوه. هو الفكره كمان مش في انه يشبع، انا كمان مشكلتي مع المود سوينجز اللي بيتعرضوا لها من الحاجات المسكره. هم بيبقوا عصبيين، مودهم مش مظبط، كل الحاجات دي بتبان قوي. عارفه التفسير العلمي للقصه دي ايه؟ لا. من السكريات ومن الحاجات البيضاء ومن الجانك فود. انا عندي رابطه في الجسم ما بين المعده والامعاء وما بين المخ بتاع الطفل او بتاعنا كلنا. بنسميها الجات برين اكسس، مرتبطين ببعض. المعده والامعاء بيجوا بيدوا اوردر انا جعان، نقوم نبعت للبرين ويقول ابتدي كلي، نبتدي ناكل. انا جعان. لما بكون انا ادكت مدمن سكر ومعجنات وحاجات وجانك والكلام ده، ده بيطلع ماده اسمها سيروتونين اللي هو هرمون السعاده. فتعمل ساتسفاكشن للطفل، ده اللي بيبسطني لحظيا. فالاوردر بيجي من فوق، انا عايز اكل الحاجات دي عشان اطلع سيروتونين عشان اتبسط. فعشان كده لقوا بالدراسات ان في ادكشن، في ادمان. اللي ياكل جانك لا يمكن يرجع ياكل اكل البيت. اللي ياكل سويتس كتير ودايما طعمه مسكر، هو ده اللي بيعمل له انبساط، ما يتبسطش لما ياكل اكل عادي. عشان كده الام لما تيجي تقول لي انا باكله برضه يا دكتور، بس هو لازم كل يوم يجيب حاجه من بره واحنا في النادي جانك او خلاص هو هنا ما بقاش ساتسفايد الا بالسيروتونين اللي بيطلع بالحاجات اللي هي كلها ترانسفات ودهون مشبعه وسكر كتير ولا هي هتبوظ شكل جسمه. طبعا هتبوظ كل حاجه، هتبوظ كل حاجه. الاكل الجانك فود ده اللي هو دلوقتي طبعا بقى منتشر اكتر من زمان بكتير لانه في كل حته. هل بيأثر على الذاكره؟ طبعا. طبعا. كل الاكل ارتباط الجت بالبرين، ارتباط يعني مش عايزه اقول لك وسيط. هنا انا باكل هيلثي، انا بدي اوردر الامعاء امتصي هيلثي، مشي الحاجات الهيلثي تلف في البرين يشتغل زي حاجات كتير زي الاوميجا، زي حاجات كتير قوي. فطبعا الرابطه دي قويه جدا جدا. طب احنا لو عايزين نركز على الاكل اللي بيحسن الذاكره، اللي بيخليني مركز اكتر، ولادنا بقى فتره امتحانات او لسه داخلين المدرسه وعايزين انه يبقى مركزين، الذاكره بتاعتهم كويس، يجوا على الاقل يقولوا ايه يا حبيبتي ايه الهوم ورك مش فاكره، عملتوا ايه مش عارفه. بالظبط. بصي انا هقف السؤال ده الحقيقه يعني سوبر مهم. هقول بس معلومه صغننه قوي، ان المخ بتاع البيبي بيبتدي هو عموما الذاكره كجزء من وظائف المخ كلها مرتبط ارتباط وثيق بالاوميجا. وبيبتدي المخ بتاع البيبي يخزن الاوميجا جواه من والبيبي جنين في بطن مامته. فالام بالاكل بتاعها لو هيلثي، ولو بتاخد السبلمنتيشنز بتاعتها مع الحمل عن طريق الحبل السري، تبعت الكلام ده للاوميجا للبيبي يتخزن في الايه؟ في البرين. ولدت ابتدت ترضع البيبي بتاعها طبيعي. يبتدي عن طريق الاكل بتاعها وعن طريق السبلمنتيشن ينزل في اللبن ويروح للبيبي يتخزن. ابتدى البيبي كبر وابتدينا ندخل له سوليد فود بعد 6 شهور، نفس القصه بالاكل والسبلمنتيشن. عشان كده دايما اقول للام
الحامل واللي بترضع وجات لي انت لسه ماشيه على الفيتامين بتاعتك، تقولي لا ما انا خلاص ولدت. لا، الحامل والمرضع ليهم طريقه تغذيه معينه وسبلمنتيشن لازم تبقى ماشيه عليها. الاكل بقى الحقيقه بتاع الاوميجا شويه يعني فاينانشال وايز غالي شويه. أيوة. هو موجود في الاسماك اللي هي بنقول اسماك اعالي البحار الدهنيه شويه، السالمون طبعا على راسهم، ماكريل وتونه طبعا، النتس بانواعها كلها، الافوكادو، زيت الزيتون. فدايما اقول للام زيت الزيتون ده وصفه سحريه، مش اوميجا بس، ده اوميجا وكل حاجه. فاتليست ما فيش اي حاجه تانية، بس زيت زيتون على السلطه، زيت زيتون على كل حاجه، على اي حاجه، على جبنه، على فول، على اي حاجه، دايما زيت الزيتون. لازم بس الام تفهم. يعني دايما عندي شكوى ايام المدرسه وايام الامتحانات، يا دكتور ده انا بقعد طول اليوم احفظ فيه، ونفس اللي حفظته له بالليل هو اللي الصبح جه في الاكزام وما عرفش يحل، ما افتكرش اي حاجه. اديله حاجه تقوي الذاكره. يعني معلقه زيت زيتون دي لازم تكون اساسيه على اي اكل كل يوم. ومن الاول عايزه اقول للام لو انت حامل من فضلك استعدي وخدي بالك، انت بتفيدي ذكاء البيبي بعد كده من وانت حامل، وبعد كده وانت بترضعي خدي الفيتامينز بتاعتك والاوميجا، ولما ياكل الطفل يبتدي ياكل الزيت الزيتون اتليست. طبيعه الاكل اللي الام بتاكله وهي بترضع لو الستات يستوعبوا. انا استوعبت ده امتى؟ لما انا كنت بشتغل وانا برضع نور بنتي، فانا كنت بعمل بومبنج، فلقيت ان انا لون اللبن نفسه بيتغير من الاكل. يعني انا اكله سبانخ كتير غير اكله خيار جزر كتير وخيار ومش عارف حاجات خضراء، ولا حاجات لونها اورنج، ولا حاجات واكله سمك. طبعا السمك والورقيات بيزودوا جدا كميه اللبن مدرين بس انا فعلا لاحظت انه انا اكله جزر كتير قوي، بطاطا وحاجات لونها اورنج، لا اللبن لونه اورانج شويه. اكله سبانخ وجزر وسوري خيار وبقدونس اللون مخضر شويه. طب يا جماعه ما احنا لازم اكلين بنجر اللون محمر شويه. فلازم نستوعب ده، انه الرضاعه الطبيعيه ما ينفعش ان انا اعتمد على الحاجات. برضو انا فاكره جدتي برضو عندها توأم زي، فانا اخده الجين ده من اكيد جدتي الله يرحمها الحقيقه الايدنتيكال توينز. فانا فاكره انه وانا كنت حامل فيهم كانت تقعد تقول لي لا الدكتور ده مش فاهم حاجه، دي مش بطن توأم ابدا. اقول لها ده انا في السادس، ده انا هتقولي ده انا بطني كانت قد كده لحد لا دول هيطلعوا ضعاف، دول هيطلعوا الحمد لله طلعوا بصحه كويسه جدا، لان انا كنت مركزه في نوعيه الاكل بالظبط. نور بقى الكبير انا كنتش مركزه في نوعيه الاكل، كنت لسه اصلا اتعلمت نيوتريشن، فتخينت قوي 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 وهي طلعت صغنون سفيفه قوي. فهو ملهاش علاقه بحجمك انتي عامل ازاي، قد ما ليها علاقه بانه نوعيه الاكل اللي احنا بناكله من واحنا حامل فيهم، من وانا هما في بطني اصلا. انا عايزه اقول لك نقطه هنا برضو انت بتقولي عليها، ان الدراسات لقت ايه؟ لقت ان الام زي ما حضرتك بتقولي كده في ال3 شهور الاولانيين من الحمل لو معدلات الميزان بتاعتها بتزيد above average عن المسموح بيه، البيبي اللي جاي ده هيبقى اوبيز، هيبقى سمين بعد كده. ده في اول 3 شهور. اول 3 شهور اكتر من اللي في النص، اكتر من اللي في الاخر. مش هي حجمها قد ايه، معدلات الزياده عندك في اول 3 شهور. في امهات بتبتدي الحمل من اول يوم انا حامل وباكل 2 خلاص بقى، ومامي وطنط وعمته وخالته كله انت بتاكلي 2، فتلاقي خلال ال3 شهور الاولانيين كميه ويت جيننج غريبه جدا. وهم دول اللي من الاسباب دول احد اهم الاسباب، ده احدث دراسات اللي الولاد بتاعهم سهل قوي يدخلوا في اوبستي. يعني مش شرط يتولد طفل اصلا بدين، بس بعد كده بيدخل بعد كده. يعني في حاجه عندنا اسمها ميتابوليك بروجرامينج، ان احنا بنبتدي نبرمج الميتابوليزم بتاع الطفل من وهو في بطن الام. والاوبيزيتي اللي هي النوع اللي هي بتبقى، انا بشوف الطفل اللي هو باين ان جسمه فيه خلايا دهنيه كتيره، طبيعه جسمه يا حرام وبقى صغير قوي وفعلا مش بياكل كتير، بس هو طبيعه جسمه. الكيس دي بقى بتبقى ده لايف ستايل موديفيكيشن، ولا ساعات بيبقى فيه ادويه معينه، ولا ده حاجات بقى لو هنتكلم على السمنه بقى السمنه طبعا دي قصه تانية خالص. احد المشاكل اللي بنقابلها في عياداتنا، مش عايزه اقول ديلي يعني اورلي، كل العالم، دي مش مشكلتنا لوحدنا، ازدياد معدلات السمنه في العالم كله بيزيد بشكل مطرد. يعني مش كل سنه، ده كل شهر وكل يوم وكل اسبوع عن اللي قبله.
الخطير بقى انه ابتدى التعريف بتاع السمنه يختلف بتاع الاطفال. ايوه. زمان كانت كل مشكله السمنه انه البيبي بتاعي حجمه كبير شويه فمتضايق والولاد بيعيبوا عليه، فمامي جايباه علشان نفسيته تعبانه. طبعا الى الان الشق ده اللي جايب غالبا المامي. ايوه. انا كدكتور اطفال تغذيه انا بخاف بقى من قصه تانية خالص. التعريف دلوقتي الحديث بتاع السمنه بقى بيقول انها مرض مزمن مضاعفات وليه مضاعفات مرضيه، هتبقى الام جايه بس عايزه علشان بيعيبوا عليه في النادي، اقول لها لا. اخاف ان هو مع الوقت لا قدر الله يدخل في سكر اطفال، يدخل في امراض قلب اطفال. مش عايزه اقول لك مستوى الدهون والكوليسترول بيبقى في السماء عندهم، يبقى انت اساسا بتمهديه لامراض شرايين. فتبتدي الام تفهم تستوعب ان الموضوع كريتيكال خطير وانه كلنا في حاله طوارئ في البيت. مش هو اللي هيغير اللايف ستايل بتاعه، كلنا. بالظبط. مش هينفع انا اكل قدامه كل حاجه. هقول لك لو احنا بنتكلم طبعا على اسباب السمنه، حدث ولا حرج. هديكي اكزامبل لكيس سيناريو يعني والله فعلا اكتر من حاله في اليوم متكرر بالظبط كده. بتيجي المامي جايباه عشان بيعيبوا عليه وعلشان شكله وعلشان. لو الطفل ده صغنن شويه بقول لمامي احكي لي يوم زي امبارح، يومه مش ازاي، اكلته ايه كده. كله مش اكل بس، يومه مش ازاي ايه. او لو هو كبير شويه بيفهم بعد اذنك يا مامي هو هيحكي لي امبارح عملنا ايه. كل حاجه من اللي انا هقولها لك دي سبب في حد ذاتها. يقول لي انا يا دكتور احنا في الاجازه وبنصحى على الساعه 2 3 الارم ما بقدرش افطر. ايوه ما بقدرش افطر لما بصحى، بفضل قاعد كده. وبعدين تقول لي بيجي مثلا على الساعه 5 ولا حاجه عايز حاجه مسكره، كب كيك دونتس اللي موجود بيروح واخده. نيجي نحضر الغدا نحط اكل البيت مش راضي ياكل خلاص، لا شبعان. اغصب عليه يا دكتور ياخد معلقتين خلاص لغايه كده ما اتغداش. يجي على 7 8 ابتدى يجوع، الاكل اهو لا هطلب دليفري، يطلب دليفري. خلاص ان بتوين بقى قاعد بيتفرج. القصه ما خلصتش، القصه ما انتهتش. هو اكل الدليفري على 7 8 وابتدى بقى النايت. انا قاعد 6 7 ساعات على السكرينز. انا بلعب بلاي ستيشن، بلعب ايس بوكس على التاب على اللاب على الموبايل، عماله اتنقل وانا قاعد. سيدنتري لايف ستايل. انا قاعد بقى وجنبي جوسز وشوكليت وايس كريم، وبعدين اقوم على الساعه 12 واحده ابتديت اجوع. حمر بطاطس، ساندويتش برجر، افتح اللي في الثلاجه ونفضل على كده لغايه الصبح. هو عمل ايه؟ هو سكيب الفطار، مفيش فطار. هو سكيب اكل البيت اللي اكيد هيلثي. هو قاعد على السكرين 7 8 ساعات. هو قاعد على الليفينج او على الليزي او وات ايفر، قاعد ما بيتحركش. جانك ديلي. في حاجه اسمها جريزنج اللي هي اللهفه على الكانديز والسويتس والشوكولاتات والعصير. هل اللايف ستايل دي ما تعملش سمنه؟ تعمل. وهي بقى تيجي الام او الاب، ساعات الاب اللي يجي دايما شكوى الاهالي، والله يا دكتور ده اكيد عنده مرض او هرمونز او غدد، ده ما بياكلش خالص، ده اكلته قد كده. لما بناخد بقى باك هيستوري وتعالي قولي لي الدايت، هو يا ريته بياكل، يا ريته بياكل. انا بقى لما باجي احط بلاننج واحنا بنتكلم بقى الحاله دي نعمل فيها ايه. والسؤال اللي انت كنتي بتساليه من شويه ان دكتور تغذيه الاطفال اللي يحط دايت للاطفال ليه؟ احنا توتالي مختلفين عن الادلت. مفهوم الدايت بتاع الكبار ده مش موجود عندنا. صح. احنا دايت الاطفال هو اسمه لايف ستايلينج. بغير فيه 3 حاجات. بغير فيه نوعيه الاكل زي ما هتتفقي مع الدكتور بتاعي. بغير فيه نمط الحياه، وبعمل frequent exercise. ممنوع عندي اجوع طفل. ممنوع عندي ادي ورقه مكتوبه واقول لها امشي على ده زي الكبار. ايه وما بيحبش ايه. نيجي للدايت او للاكل. طبعا العالم كله بقى له فتره بيقول اننا لازم في الاطفال وحتى الكبار بقى بيقولوا بنعمل تيلرينج للدايت. هنفصله. بفصل الدايت على الطفل اللي قدامي. يعني انا لو عندي 4 حالات
اطفال سمنه في العياده، كل واحد الدايت بتاعه مختلف تماما. لازم تعرفي نظامه ويومه وايه اللي يمشي معاه عشان تضمني انه هيكمل. صح. ما انا ممكن ابقى ستريكت قوي وتيجي ساعات مامي تقول لي ده انا رحت عند، اقول لها لا انا اكتر من نص كيلو في الشهر ما بنزلش. تقول لي يا دكتور ده انا كنت عند فلان الفلاني وكان بينزل بال10 كيلو في الشهر. جيتي ليه؟ بقى عضلات. تقول لي طلعهم تاني 15 كيلو. نزلهم عضلات وميه وحاجات مش عايزاها كده. فاحنا بنظبط بالراحه ونعمل تيلرنج، نفصل له الدايت بتاعه. وبعدين نيجي تاني حاجه، يعني ايه نمط حياه يتغير. يعني ما اقدرش اقعد الفتره دي كلها على السكرينز. يعني اتحرك يا دكتور، ما هم مش راضيين يقوموا. سيمبلي اقول لها لو هي بنوته دخليها معاكي المطبخ تعمل اي حاجه، لازم تعملي له اكتيفيتي، اي حاجه يعملها. خديهم معاكي السوبر ماركت، هنمشي بالترولي وهننقي مع مامي وهنحط ونشيل. انا ساكنه في عماره وبطلع وبنزل في الاسانسير، خليه يطلع على السلم وينزل على السلم. هات لي حاجه من العربيه. رايحين المدرسه وبابي موصل بالعربيه، نقف عند اول الشارع ونتمشى اي مشوار. رايح النادي نفس القصه. ده سيمبلي. تقول لي هو ده هيخسسه؟ اقول لها لا انا مش عايزه اخسسه، ده انا بعمل لايف ستايلينج، بحرك الدوره الدمويه علشان اقول لها لو سمحتي اتحركي، عشان لما اجي بقى على نمره 3 واقول لها انا محتاجه فريكوينت اكسرسايز. يعني ايه فريكوينت اكسرسايز؟ يعني دايما بنفضل في الرياضه انها تبقى رياضه ممنهجه. ونلتزم عليها. ما هي ممنهجه يعني افضل حاجه ان انا ابقى تريننج، تمرين. لو انا عندي نادي هروح عشان ابقى 3-4 ملتزمه بيها. هتقولي انا ما عنديش نادي. اوكي، جنبك مركز شباب؟ لا ما عنديش، مفيش مشكله. هينزل يلف في البيت حوالين البيت. يا دكتور ده حصه البي بتاعته 5 دقايق وبيتعب. اقول لها انا مش طالبه المستحيل. خدي بالك ان انت لازم الامور تمشي بالراحه علشان الموضوع. وهو فعلا هو واحد بيتعب بعد 5 دقايق. اجي انا اروح قايله له ايه؟ انا محتاجه منك رياضه 2 ساعات كل يوم. لا مش هيعمل اي حاجه. هينزل يلف حوالين البيت 5 دقايق. لا وتمشي معاه، يعني لان حضرتك قلتي اهم لسه حاجه بقى غياب القدوه. حضرتك قلتي اهم حاجه، انه هي الامهات محتاجه تستوعب انه انا عندي حالة، أو إحنا كأسرة عندنا حالة طوارئ. طفل معرض لكمية مضاعفات توصل لحد 190 ضعف مضاعفات السمنة. يعني 190 مرض ممكن يتعرض له بسبب السمنة. طب يبقى لازم حالة طوارئ في البيت. كلنا اللايف ستايل بتاعنا هيتغير لحد ما الحالة دي تبقى مستقرة. يبقى في الوزن الطبيعي على الأقل، وبعدين نعيش بقى حياتنا عادي. بالظبط. عايزة أقول لك إن أغلب الحالات بيجوا في الأول وبيريزيست السيستم، وبعدين لما الولاد نفسهم بيبقوا جايين بقى طبعا خايفين جدا، رايح لدكتور دايت. رايح لدكتور دايت، يعني حد بقى يقول لي ما فيش كذا وما فيش كذا، اكل كذا. اقول له يا حبيبي ممكن. يعني انا ممكن اقول له ممكن، ما فيش حاجه ممنوعه. احنا بنعمل ساتسفاكشن للطفل عن طريق السيستم هيلثي، بنحطه من غير حرمان، من غير جوع، من غير ما نخلي نفسه في حاجه، والتوقيت كل حاجه. انا لما بديله الولاد دول بمشيهم على 3 مين ميل، فطار غدا عشاء، وبقول لها له 2 سناكس، واحده بين الفطار والغدا وواحده بين الغدا والعشاء. تروح الام تقول لي يا دكتور انا جايبه لك تخسسيه، هتاكليه 5 مرات؟ كتير قوي عليه. عايزه اقول لك ان هو مع الوقت بيجوا الولاد. احنا بنعمل عندنا في الاطفال ماي بليت. ماي بليت ده اختراع جميل قوي. الطبق اللي هو متقسم اصلا، دايما بنقول ان العين بتاكل قبل البطن. طبعا هو هيتعود قصه الريفيل، هو قاعد على السكرين ده العادي بتاعنا. احنا قاعدين على السكرين ومامي حاطه الطبق مقلبه فيه كل حاجه في بعضها، وانا عماله اتفرج على السكرين مش عارفه انا باكل ايه، عمال التهم. انا بقول هو مش بياكل، هو بيلتهم. ومركز في السكرين، وخلص شبعت لا مور، تروح مامي جايبه طبق وهكذا. لو انا من الاول عندي الكونسبت بتاع ما فيش ريفيل، الطبق ده انا حاكم. تقول لي ما هو مش هيشبع. اقول لها طب امشي معايا واحده واحده، امشي معايا واحده واحده. هنحط الطبق ده نصه الخضار اللي انت عاملاه في البيت عادي، وربعه البروتين، والربع 3-4 معالق رز اللي هو هياخده. ودايما سلطه. تقولي دايما السلطه مرتبطه عند الولاد بالدايت، فاقول لها بلاش نبتدي بالسلطه. حطي دايما طبق فيه الوان، فيه ترنشات، طماطم، فلفل الوان، يجرب منها اي حاجه يتحط جنب الطبق بتاعه. ودايما في الولاد دول قبل اي وجبه لازم يشرب كوبايه ميه. شرب كوبايه الميه، ابتدى بالشوكه ياخد شويه ترنشات من الخضار اللي احنا حاطينه له،
يبتدي ياكل معلقتين 3 من الخضار اللي في النص الطبق اللي انت عاملاه، يبتدي ياكل جزء بروتين من اللي انت عاملاه، وبعدين يبتدي يقلب بقيه الخضار على الرز، عشان يمشي السيكونس ده كله، يجي في الاخر يقول انا شبعت. شبعت. لكن قصه ان انا الهيب السكرين فهو مش مركز هو بياخد ايه، هو بقى اصلا صح. طيب احنا دكتور موضوع السكرين والاطفال، واحنا برضو في امهات للاسف وصلت لمرحله اللي هو ايه، انا المهم عندي ياكل، المهم يسكت، المهم يعني ينزل من على وداني. انا بحس انه من اسباب انتشار السمنه موضوع انتشار السكرينز وانتشار الفاست فود. في اسباب تانية هي دي اللي تسببت انه دلوقتي احنا بنشوف اطفال في سن صغير عندهم سمنه مفرطه. ده الرول بتاع دكتور الاطفال. عشان كده دايما اقول للام ما تشخصيش من نفسك. في نسبه من السمنه بنسميها سمنه مرضيه. سمنه مرضيه دي وراثه، غدد، هرمونات، دواء الطفل ماشي على كورتيزون بقى له فتره، في حاجات كتير جدا. ده الرول بتاع دكتور الاطفال ان هو يبيك الحالات المرضيه، لان انا مهما مشيت الطفل على لايف ستايلينج وعلى دايت وهو عنده سبب مرضي ما تعالجش، بنعالج العرض كده، مش يبقى لازم ناكسكلود القصه دي، وبعدين نبتدي نشوف العادات الغذائيه بتاعته. بنسال زي ما بقول لك على كل حاجه، وبنلاقي بقى frequent snacking هو طول النهار وبين الوجبات طول النهار. frequent snacking ده المفروض ان انا لما باخد فطاري اقعد ساعتين ما اخدش حاجه، لما اخد غدايا خلاص اقعد ساعتين ما اخدش حاجه. اللي قلنا عليه الجريزنج، كميه الحلويات والسكريات، عايز اي حاجه مسكره اللي الولاد اللي بياخدوها كتير جدا، القعده على السكرينز، قله الحركه. لما اوصل ان انا اللايف ستايل بتاعه والاكل اللي مش مظبوط، بعد ما اكون عملت استبعاد لاي سبب مرضي تاني انا هعالجه، يبقى انا بركز هنا وابتدي اعمل اللايف ستايلينج بتاعنا اللي احنا بنقول عليه، اللي هو بقى ده هيكون بدايه حل هو ده بدايه. هو بيقعد برضو الام لازم تبقى فاهمه ان انا لما بعالج حاله سمنه اطفال، وانا مش بدوس على زرار، ده كائن. كائن كان بياكل كتير قوي وبيحب حاجات كتير قوي، وانتي يعني المذاقات اتغيرت وبقى بيحب حاجات unhealthy. عشان اعمل له شيفت لازم يبقى بالتدريج، وما بقاش كين قوي ومحسساه ان هو داخل امتحان يوم ما يروح للدكتور وهنقف على الميزان ده انا بقول لها ده اخر حاجه انا بفكر فيها. مو شكل جسمه وطبيعه ولا حاجه جسمه. عايزه اقول لك ان الريسبونس بتاع الولاد اللي بيبقوا كبار شويه وبيبقوا فاهمين قمه السعاده وهو جاي بعد 3 4 5 مرات ثقه بقى في النفس وبقى. ويا سلام بقى لما يجي يقول لي على فكره كل اخواتي ومامي بقوا بياكلوا زيي. احنا غيرنا الاكل كل صحابي اخدوا بالهم. بالظبط. بيبقوا فعلا مبسوطين جدا، لانه النتيجه تدريجيه. وطبعا لازم نرجع بعد ايه، يعني انا عندي حاله عاليه الحقيقه، نزل 32 كيلو ما شاء الله. ده حياته على 9 شهور. ما شاء الله. واللبس مقاسه اتغير والدنيا اتغيرت والثقه في النفس وعايزه كل يوم ساعه رياضه بقى بساعه وساعه ونص. وشوفي بقى هو جايب مامته عشان مامته حجمها كبير وهي مبسوطه قوي بالنظام وباللي هو اخذه. هو بقى بينصحها، هو هيمشيها، فهو جايب مامي بقى معاه. ممكن يا دكتور قلت له يجي. طبعا اكتر حاجه تنجح دايت لطفل انه يبقى جزء من نسيج البيت. واكتر حاجه تعقد الطفل وتفشل اي نظام تحطيه ان انا احط له الاكل بتاعه واحنا اكل تاني. لا، ما تحطش ايدك هنا، اكلك جوه. عندي طفل حاجه انا بقيت انا سوبر متاذيه. كانوا عندهم فاميلي جاذرينج عند تيتا بتاعته، وتيتا عامله اكل، وانا دايما اقول لها ما تقوليش قدام الناس هو مش عامل دايت، احنا بنعمل كنترول. خليتهم قاعدين كل الفاميلي، قلت له لا ما تمدش ايدك على الاكل ده، الاكل بتاعك اهو انا جايبه لك انت عامل دايت. الولد جالي العياده محطم يا نورهان، محطم. ازاي اصل الاكل ما ينفعش ياكل منه. قلت لها ليه ما ينفعش؟ ده وانس، ده مره. زي ما كنا بنقول من شويه في الحلقه، مش تيتا بتعمل شوربه اشرب شوربه، مش في ملوخيه اشرب معلقتين ملوخيه، خد شويه سلطه، خد بروتين، خد. قال لي يعني ممكن اكل محشي؟ قلت له كل الحاجات دي كلها وكل محشي. عايزه اقول لك ان يجي تاني يوم قال لي ما اكلتش غير واحد، ما قدرتش، كان بطني اتملت. ما تحرميش طفل. قاعده عامه من فضلك يا مامي يا جميله، ممنوع نحرم الطفل. بنقلل
بنقنن الكميات، بنعوده انه هشرب ميه الاول، هاكل حاجات كتير قوي، اي خضار الاول، ما بصش على سكرين عشان ابقى مركز في اللي باكله، الاكل، استخدم الماي بليت علشان امشي بالسيستم اللي بقول عليه. مفيش ريفل، لو مشيت بالسيستم وانا مركز في الاكل بتاعي دماغي لو مركزه في الطبق بتاعي مش هحتاج اخد، مش هحتاج اعمل حاجه تانية. طيب احنا لو قلت لك يا دكتور تحكي لنا من خبرتك ومن الحالات الكتيره اللي بتعدي عليكي، احكي لنا موقف طريف كده، لانه الاطفال انا بحس ان في اطفال دايما مرتبط كمان فكره الطفل القلبوز بانه دمه خفيف، والانسان اصلا عموما يعني الناس اللي بتبقى قلبوزه شو بيبقى دمها خفيف. فاحكي لنا موقف كده حصل من طفل بيحب الاكل. بصي هو في موقف بيتكرر مع اختلاف الاطفال. مره حمزه ده حد جميل قوي، جميل والحقيقه كان ملتزم ما كانش في حاجه. وجم مره في الميعاد المتابعه الدوريه وكان ماشي ملتزم وكل حاجه، لقيت باب العياده بيتفتح ومامته داخله مكشره قوي وهو داخل مكشر قوي، وابتدوا يشدوا مع بعض قدامي في كرسي قدام المكتب ومامي قاعده هناك. مالك؟ مفيش. لا لا يا حمزه مالك؟ انا مش هنتكلم غير لما تقول لي مالك. ابتدى يقول انا زعلان من مامي. ليه يا حمزه؟ فقال ان هو كان عنده عيد ميلاد في المدرسه وكان يوم خميس، ومامي طبعا قبل ما يروح هو اتغدى وقالت له لما تروح ما تاكلش ولما ترجع تتعشى. فراح مع الفاميلي، هي مع الامهات وهو مع الواد، فشافته شبه اكل الترابيزه كلها. اكل كل حاجه. هي بقى قاعده على الكرسي اللي هناك وعمال يقول لي انا اكلت كل حاجه، انا عارف ان انا غلطان. هي بقى عماله تشاور لي ما معناه يعني زعقيله وشديه مني. انا اسف يا دكتور سوري انا غلطان. قلت له انت مش غلطان. هي بقى من ورا عماله تشاور لي يعني لا عنفيه وانا بستنجد بيكي وهي عماله تعملي. انا طبعا عايزه اضحك على الرياكشن بتاعها وعايزه اطمن الولد. خلاص حصل موقف غلط. ايوه مش هنقعد بقى احساس ان انا غلطت فانا هغلط في اللي باقي كله. وبعدين اقعد اشده. طب اعمل ايه؟ هو بقى بيقول لي احنا في المدرسه او ساعات كتير في ايفنتس كتير قوي كل ويك اند. قلت له سيمبلي قبل ما تنزل من بيتك وانت رايح البارتي ده اتعشى الاكل بتاعك. ايوه وانزل من بيتك شبعان، ما تروحش جعان. وروح هناك خد الطبق بتاعك، حط بيس من كل حاجه على الترابيزه. انت اصلا مش هتقدر تخلص كل حاجه نفسك فيها حطها. كله يا دكتور. قلت له كله يا حبيبي. دي وانس في الاسبوع. وتعالى قول لي المره الجايه عملت ايه. جالي المره الجايه يقول لي ما قدرتش اكل، كنت شبعان، اكلت حاجه واتنين وما قدرتش اكمل. فاخد قطمه. طلعته وقلت الام هو لما يجرب ويشبع وياخد الاكسبيرينس بتاع ان انا لا مش بجوع، انا مش محروم، انا قدامي الحاجات وانا اللي مش قادره اكلها، أنا مش عايزة. احنا كده نجحنا. لكن انه يعمل عشان هو خايف منك وياكل من وراكي ده بيفشل اي نظام يبقى لوحده. ايوه طبعا صح. طيب دكتور احنا بالنسبه للاسئله العلميه احنا بصراحه اخذنا كفايتنا وانا مبسوطه قوي باللقاء ده والكميه المعلومات اللي احنا هنديها للامهات وللاطفال اللي في رحله البحث عن كائن هيلثي يبقى صحتهم احسن. لكن انا بقى بالنسبه لدكتور ايناس انا عندي فضول اعرف كام حاجه. دكتور ايناس انا عايزه اعرف مين اكتر حد اثر في حياتك العمليه، مين اكتر حد لحد النهارده حاسه انك متاثره بيه في شغلك، في انك بقيتي دكتوره ايناس دلوقتي. الحقيقه العمليه وغير العمليه. يعني انا دايما اقول في اي مجال انا وجود مامتي في حياتي الله يرحمها كانت هي الدافع. هي مش ميديكال، هي مش طبيب، أنا بس دايما كانت بوشنج مي. ودايما كانت بتحسني على انه خليكي قبل حتى ما اتخصص اطفال من وانا لسه في الكليه، خليكي رحيمه بالعيانين، حبي عيانينك، حبي شغلك. لما ابتديت اتخصص اطفال مامي كانت في ظهري على طول الحقيقه. وكانت دايما لما اجي احكي لها واقول لها ده الولاد بحبهم، طبعا ولاد العيله كلهم بيكشفوا عندي في البيت. ايوه فييجوا بقى يحكوا لها تبقى هي مبسوطه قوي. أيوة. كانت بتديني بوزيتيف انرجي يا نورهان الحقيقه. يعني انا لغايه دلوقتي المفروض ان انا كبرت قوي بس ما بقدرش اكمل اي ايفنت اي حاجه غير لما افتكرها واترحم عليها وتحسي انك بتحكي لها وشايفه وكانها موجوده معايا بتكمل نفس الدور، لان هي فعلا كانت سبورتيف ليا خلال حياتي كلها. انا مامتي برضو بره الميديكال فيلد خالص، وانا فاكره انه
تحديات كتيرة، باقعد أحكي لها حاجات أنا باحس ماما بعيدة تمامًا عني، بس هي أكتر حد صح. وحتى لمّا بدأت أشتغل في الميديا وأروح وأحكي لها، أكتر حد بيسمعني، أكتر صح. حد صح. بيدعمني هي الأم بصراحة يعني. وخلّينا برضه واقعيين، هي مش كل الأمهات بتقدر تسيب البصمة دي، هي الأم اللي بتقدر تسيب بصمة وتقدر تخرّج حد للمجتمع ناجح، دي بتبقى أسطورة كده بتفضل. لأ، وإحساسِك أنتِ برضه، يعني أنا حتى مع ولادي، مع تلاميذي، مع أي حد لمّا ييجي يسألني أقول لهم أنا رضا مامتي عليَّ، باحس إن هو بيفتح لي كل لغاية دلوقتي. أنا بابقى قاعدة يعني أنا مش من النوع اللي يعني sociable أوي لأ، تلاقي أبواب عمالة تتفتح، الحاجة بتيجي لي لوحدها اللي أنا عايزاها. مامتي كل حاجة الحقيقة. فرضا الأم ده يعني الحقيقة موضوع تاني خالص، أنا بيريحني أوي بصراحة. أيوه، هي فعلًا سبحان الله. أنا برضه أنا عندي حتة إنه أنا ما أقدرش أقفل باب البيت وأنزل من البيت وأنا حاسة إن إحنا مختلفين على حاجة. خالص. أنا غلطانة، ماما هي اللي قسيت عليَّ شوية، إحنا فهمنا بعض غلط، مش مهم ده كله على جنب، بس هو اليوم مش هيبدأ برّه البيت غير وخلاص يا ماما حقِك عليَّ، خلاص حقِك، طب أنزل؟ لو حصل ونزلتِ وما حصلتش النقطة دي مش هاعرف أصلًا، هتلاقي اليوم مقفول والله كله سبحان الله. عندي error وعندي رعشة كده وحاسة إني خايفة طول الوقت. طب لو قُلت لِك يا دكتور إيناس، إيه الدافع اللي بيخلّيكِ لحد النهارده قادرة تستمري وقادرة تدّي وقادرة يكون عندِك، الموضوع برضه محتاج طولة بال التعامل مع الأطفال، لحد النهارده إيه الدافع اللي بيخلّيكِ تصحي كل يوم الصبح وبتدّي؟ هتصدقيني لو قُلت لِك حُب الأطفال؟ أنا باحب الأطفال جدًا. حتى على المستوى الشخصي، أنا عندي حفيد وحفيدة. دول أكيد مدلعين دلع جامد. بس within rules والله، يعني مش من النوع اللي مامتهم يعني بنت بنتي وابن ابني. هم بيجيبوهم وهم متطمنين. بادلّع وبالعب وأكل healthy ونمشي بنظامنا، كل حاجة بتمشي صح، بس بسوبر بقى دلع، مش anti rules، يعني الrules بتمشي عند أنا، لأ عند أنا بنمشي صح وبنتدلع أوي. أنا باحب الولاد، باحب الأطفال، باحب أتعامل معاهم. أيوه. أنا في العيادة أنا بابقى رايحة عيادتي مبسوطة. عشان أطفال مش عايزة أقول لِك الباب يتفتح ودوشة برّه والولاد عايزة أقول لِك إن الولاد بيتعاملوا، دايمًا أقول للسكرتيرة عندي ده مش النادي. إحنا ممكن دايمًا أقول للأمهات إحنا ممكن ناخد ميعاد ونروح النادي مع بعض، والولاد يتعرفوا على بعض، بيلعبوا مع بعض، وعاملة لهم kids corner يلعبوا ويشدوا اللعب مع بعض، ويدخلوا تبقى مامتهم بتجرجرهم عشان يدخلوا بيلعبوا. ويدخلوا جوه يلعبوا عندي. أنا هادخل لها شوية واطلع أكمل لعب. أنا خلصت. الموضوع ده يعني ده في حد ذاته مش متخيلة حياتي من غير الأطفال. دي حاجة حلوة. عشان كده أنا ابتديت أول حاجة قلناها إيه؟ لا أول حاجة قلناها في الميتنج إيه؟ ما حدش ينفع يشتغل طب أطفال غير هو يكون ما بيحبش الأطفال. صح. ما ينفعش. الأطفال كائن مزعج، يعني لو ما أنت ما ظبطتيش الدنيا مزعج جدا. أنا بروح طبعا بكمية صوت ووش رهيب، بس لو أنت مش حابة الموضوع ده يبقى صعب. أنا بحبه. ارتبطتي بحالة طفل قبل كده وأبكاكي؟ مش عايزة أفتكر عشان ما عيطش، عشان هو دايد. هو كان كانسر. وأنا اللي اكتشفته أصلا. اكتشفته وعملنا الحاجات الأولانية وجري طبعا، جريت معاهم وسألته، كلمت زمايلي وحولنا وعملنا كل حاجة. عايزة أقولك إن أنا يعني خلاص رحتي كنت مع الأم ستيب باي ستيب. وهم بقوا الأهل يعني ممتنين جدا طبعا، يعني مستغربين انت متابعه تكملي معانا ليه؟ انا الرول بتاعي انتهى خلاص. ودخل في الكيماوي وكل حاجه لغايه يعني يعني مهما هنسى النقطه دي عمري ما هنساها الحقيقه. الله يرحمه. الله يرحمه يا دكتور. طب لو قلت لك حاله طفل، لا الحاله دي بقى حسيتي انك فرقتي في حياته، غيرتي حياته؟ هو علي اللي كنت بحكي لك عليه من شويه 31 كيلو، واحد تاني ولف على كميه دكاتره هنا. وبابا يقول لي ده نزل، كان ينزل بال10 15 كيلو ويرجع تاني، وكان جاي لي asking for جراحه. ايوه متخيله. بصي احنا عندنا في الاطفال القاعده العريضه بتاعه الدايت والسمنه، علاج السمنه هو اللايف ستايلينج زي ما بقول. نسبه صغيره قوي ادويه حدود، نسبه اصغر جدا جراحات. انا لما بتكلم مع العيان وبناخد الدايري بتاعه ونشوف نظامه ايه، بتبتدي تلقطي
الغلطات اللي عملها دي تتصلح. لان انا ما ينفعش احول حد جراحه غير كيسز معينه جدا يعني قليله قوي. فقلت له مش حاله جراحه اصلا وانا مش هستسهل نجرب. ده اللي وقفنا واقفه وقال لي لا ازاي نص كيلو في الشهر، ده كان بينزل. قلت له ما انت بتقول طلعهم، انا اكتر من نص كيلو في الاسبوع مفيش، حد اقصى 2 كيلو في الشهر. قال لي ده احنا هنقعد سنه كده نعمل دايت. قلت له سنه وسنه ونص وهيكمل طول عمره كده. عايزه اقول لك ان كل متابعه في كل مره هو بقى بروجريشن ببقى طايره هو مبسوط واهله مبسوطين وكل الفاميلي بقى اخواته بقى اللي كانوا بيعيبوا عليه. يا دكتور الفاميلي عليها دور مهم جدا. اذا ما كانش فيه قدوه المامي ودعم من البيت بقى بيعملوا زيه وبقيت بتطبخ، كلهم ياكلوا مع بعض وكلهم يروحوا النادي يلفوا في التراك. الحياه كلها اختلفت. دعم صح. لما وصلنا بقى في الاخر للهدف اللي احنا كنا حاطينه انه ينزل ال 30 كيلو دول، مش عايزه اقول لك كله اتغير الحمد لله. طب دكتور ايناس، التلامذه الطلبه بتوعك، الناس الكتير اللي انت قدوه ليهم، لو قلت لك بالنسبه لك ايه الصفه اللي لازم 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 ما ينفعش نتغاضى عنها، لازم تكون موجوده في طبيب الاطفال؟ الالتزام مع الاطفال. الالتزام التزام بكل حاجه. المامي دي سلمتك البيبي اللي انت بتقوليه هي بتمشي عليه بالظبط. وانت بتديها ميعاد فرفله اب وبتجيلك بعد اسبوع بعد يوم بعد 2 بعد انت محدداه. اصل انا ماليش مزاج اروح النهارده العياده. نو. اصل انا بسيب المامي مكسله اقوم، لا بتكلمني السكرتيره الناس قاعدين مش قادره تعبانه قوي النهارده اتاخر لي ساعه ساعتين. ما ينفعش. احط الالتزام. الام لما بتحس الام جايه هتديها حاجات عايزاها تلتزم بيها، فانت لازم تكوني دايما اقول للولاد كده، دايما اقول للولاد الصغيرين كده. اللي برضو الجنريشن الجديده شويه بيبقوا قصه الوقت والالتزام. انا يمكن موضوع الوقت ده عامل لي مشاكل في حياتي. انا مسميني الماني. انا الماني ده اكتر يعني عايزه اقول لك انا المؤتمر بتاعي كان لسه قريب مثلا، ودايما معروف قبل الناس موجوده، دايما معروف ان في حاجه اسمها ديلاي في المؤتمر. حد يتاخر، محاضره تطول ثانيه. هنبتدي 9 الصبح، 9 بالدقيقه اكون باديه. فطبعا في مشاكل بتيجي من قصه المواعيد دي، بس خلاص طبعًا. انا ما يعني انا بابايا الله يرحمه عودني على كده وانا كملت على كده. عشان كده كل حاجه تمشي زي الساعه. دايما تبقى الام بتثق في كلامك. بدل ما انت ملتزمه اللي قلتيه عملتيه في يبقى اللي انا هقوله لها هتبقى ملتزمه بيه. طب دكتور، لو قلت لك انه حضرتك ما دخلتيش كليه طب اصلا، كنت هتدخلي كليه ايه؟ كليه طب برضه. حب كبير قوي. مش هعرف اكون اي حاجه تانية. انا مش هعرف. بقول لك انا خلال حياتي جات لي حاجات كتير قوي ممكن اشتغلها واوفرت فظيعه جدا. عارفه لما تلاقي نفسك في الحته دي. انا من وانا صغننه كده دايما كنت هاديه وكنت في حالي، فدايما كانوا يقولوا لي وانا صغننه هتطلعي دكتوره راحت دكتوره جت. طب لو قلت لك على وصفه بتحبي، اكتر وصفه بتحبي تعمليها لاحفادك صحيه بيحبوها من ايدك؟ بصي، لا حتى غير العمايل ساعات مش عايزين ياكلوا، مش عايزين يتعشوا، مش حابين فكره التبقل دايت بتاعت لازم ساندوتش جبنه ياخدوه. مش عايز. ادي حاجات هيلثي، ادي حاجات يحبوها. دايما اروح اعمل لهم ايه، انا عايزين الميكس فروت. ميكس فروت ده عباره عن ايه؟ بروح جايبه نص كوبايه زبادي، واروح هرسه مثلا لو عندي موز او اي فروت موجود عندي، واروح طحنه 3-4 عين جمل ومعلقه عسل. ده حاجه وجبه متكامله، ما حسش باي حاجه. مبسوط قوي. والسكر اللي خده عسل نحل طبيعي، اخد اوميجا دهون صحيه، اخد ديري من الزبادي، كان مبسوط جدا وهو بياكل وتعشى وما عملش سكيبنج لوجبه العشاء. دايما اقول للام اكليه حاجه حتى لو صغيره، ما تسقطيش وجبه. علشان السيستم اللي قلنا عليه في الاول ما تسقطيش وجبه. فدايما ياخدوا القصه دي. وطبعا ان احنا نعمل بوب كورن ده يعني. ايوه، انا بوب كورن انا بالنسبه لي ده الوجبه الاساسيه بالليل. طب لما ناخد ده هنعمل ده على طول. احنا شغالين على احنا عمالين نجيب عربيه بوب كورن.
دكتور احنا لحد كده خلصنا اسئلتنا، بس فاضل سؤال واحد بس، انه لو حضرتك حابه تساليني سؤال واحد وانا اللي جاوب عليه، فممكن تساليني ايه؟ انا عايزه اسالك ايه من اللي احنا قلناه بما ان عندك اطفال ايوه يعتبر تحدي بالنسبه لك وصعب مش عارفه تحققيه؟ يا دكتور شكرا والله على السؤال ده بجد. دي حضرتك كده حاسه بيا. اكيد حاسه بيك. بصراحه الصيف، وقت الصيف، لانه انا شغلي بيكون في الساحل وبفتح بيتي اللي هناك وبقفل بيتي اللي في القاهره، فبنبقى طول الوقت قدام مغريات مش طبيعيه. يعني انا حتى لو ما جبتش للولاد حاجات، تعزموا على حاجات، بيشيروا حاجات مع اصحابهم، والجانك فود والفاست فود والحاجات اللي بقت منتشره. يعني انا ولادي كل شويه يقولوا لي جبنا بوبا بالمش عارف ايه، صحابنا جابوا لنا بوبا بالمش. لما دورت على البوبا دي لقيتها نشا وسكر وجيلاتين فزيعة. وحاجه مضره جدا جدا جدا. طب احنا خلصنا من البوبا، دخلنا في كل الحاجات اللي موجوده على البحر كله انهيلثي. طب اعمل ايه؟ فاللي انا بقى بعمله اني قد ما بقدر ببقى حاطه قدامهم حاجات انا عاملاها صحيه صح. في البيت تزاحم شويه مع معدتهم، بس مش قادره امنعهم من ان هم يتعرفوا على الحاجات دي. وده بيحصل بقى طول السنه في الحفلات اللي بتحصل في المدرسه او في التجمعات او في النادي او في اي تمرين. فاحنا طول السنه في تحديات، بس يمكن الصيف بالنسبه لي هو اصعب حاجه، لانه هم طول الوقت كمان بيبقوا هم زهقانين، هم عايزين يجربوا كل حاجات جديده. عايزين يجربوا حاجات جديده. اقعد اقول لهم طب انا عامله لكم ايس كريم في البيت يعني بالعسل النحل، لا عايزين نجرب بتاع الراجل اللي بيلف على البحر. نجرب بصراحه مره 2 لما بيدوقوا بتاعي بيبدا بقى ايه يعني. انا اكتر حاجه فرحتني لما فيهم قوي مامي بس المانجو بتاعتك احلى عشان المانجا بتاعتي عويس. وانا بحط عسل نحل وانا عاملاها بضمير اللي هناك كلها ميه بتسيح منكم في الشمس في 3 ثواني وكلها سكر. فيمكن ده اكتر تحدي. انت عارفه ان اللي انت بتقوليه ده دي احدث حاجه العلم بيتكلم عليها، اللي بيسموها التيست بريفرنس، اختيار المذاق. الام وشطارتها دايما اقول لها كده، انت شطارتك توفري له حاجه في البيت هيلثي وطعمها حلو. لما يحب ياخد سكر، لما يحب ياخد حاجه غريبه تبقى موجودة. انت موجوده. غير ما انا على طول يعني انا حاطه فاكهه هنا وعامله زي ما انت بتعملي كده ايس كريم بتاعت السوبر ماركت. غير ان انا خلاص هو اتعود ان هو لما بيحب يبقى هياخد جانك، لما بيحب ياكل سويتس. مثلا الايس كريم ده لازم اعمل ايه وانا قبل ما بحطه في القوالب بتاعته، او عندي اكياس زي بتاعت اللوليتا دي، فقبل ما بحط اعمل ايه؟ اقعد اناديهم تعالوا بقى دوقوا لي، شوفوا لي السكر مظبوط، ايه الاخبار. فبيبقوا هم حاسين ان هم شيرنج الموضوع. يعني لما الاول كنت بعمله هم لقوه فجاه جاهز، لا. اما اللي هو لا، هم ده اللي احنا دقناه يا مامي وقلنا ايوه هو ده اللي انتوا هيروحوا واكلينه دقتوه وطلبتوه وبالميكسات اللي انتوا عايزينها، فساعتها ايه تحمسوا اكتر. انتي ماشيه على احدث يعني ما وصل الينا علم اهو يا نورهان. بالحظ بالبركه توفيق ربنا. حبيبه قلبي يا دكتور ايناس، انا متشكره وممتنه جدا لوقت حضرتك، ومتشكره جدا ان انتي كنتي معانا. شكرا على المعلومات، على الروح الحلوه، على الطاقه الحلوه اللي اخذناها منك. ربنا ينفع الناس بعلمك كده يا رب. فمتشكره جدا على وقتك النهارده. ميرسي يا نورهان على الاستضافه، ويا رب نكون قلنا حاجه الامهات تستفيد بيها. ميرسي قوي. انا متاكده ان الناس هتستفيد من الحلقه دي وهتستمتع كمان بالوقت معاك يا دكتور. ان شاء الله. ثانك يو يا دكتور. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا جماعه.